الأم دي كانت بتزور بنتها في بيتها، فبتخبط على الباب. فتحت لها واحدة ست غريبة، فبصت لها كده باستغراب وسألتها: انت مين؟ فالست ردت عليها بنفس السؤال، قالت لها: انت اللي مين؟ انا صاحبة البيت ده. قالت لها: ازاي؟ البيت ده بيت بنتي. بنتي فين؟ فزقتها ودخلت، لقت قدامها جوز بنتها. قالت له: معقولة انت تعمل كده؟ انت بتخون بنتي؟ مين الست دي؟ ووديت بنتي فين؟ قال لها: اهدي بس، دي مراتي، وبعدين انا وبنتك اتطلقنا من سنة. قالت له: اتطلقتوا؟ ازاي الكلام ده؟ انا مش مصدقة. قال لها: انا هحكي لك اللي حصل. في يوم من الايام اتفاجئت ببنتك جاية وبتقول لي انها عاوزة تتطلق، لان جايه لها وظيفة كبيرة في بلد بعيدة، وبتقول ان الجواز معطلها، وكانت مجهزة ورق الطلاق. وفعلا الطلاق تم، ومن بعدها معرفش عنها حاجة، حتى رقم تليفونها غيرته. فهنا الأم سكتت وقالت: حقيقي أنا كنت بحاول أتصل بيها الفترة اللي فاتت ومش عارفة أوصل لها. خلاص يا ابني، حقك عليا، ولسه هتمشي؟ فنادى عليها، قال لها: ثانية واحدة يا أمي، انت كنت جاية ليه؟ في حاجة؟ قالت له: في الحقيقة عمك تعبان ودخل المستشفى ومحتاج يعمل عملية كبيرة، قلت أجي لبنتي علشان تساعد في مصاريف العملية، وفي نفس الوقت تطمن على باباها، رغم إنها لها فترة كبيرة لا بتسأل علينا ولا بتكلمنا، ولسه هتمشي. فرجعت تاني وادت له الهدية اللي كانت جايباها لبنتها ومشيت. هنا نادى عليها وقال لها: استني يا أمي، دقيقة واحدة راجع لك تاني. ودخل أوضته ورجع وجايب معاه فلوس كتير. قال لها: خدي الفلوس دي ادفعيها للعملية، ولو احتجت فلوس في أي وقت كلميني، أنا زي ابنك. هنا مراته اتعصبت جدا وأخدت الفلوس منه وقالت له: احنا مالنا تدفع لهم ليه فلوس العملية؟ بنتهم وانت طلقتها، وبعدين دي كل الفلوس اللي معانا في البيت، لما تديها لهم احنا نعيش ازاي؟ هنا رد عليها وقال لها: هما فعلا مش ابويا وامي اللي ربوني وكبروني، لكن انا كنت بعتبرهم زي ابويا وامي. طول الفتره اللي كنت فيها معاهم ما شفتش منهم الا كل خير، كانوا بيحبوني جدا وبيعتبروني زي ابنهم، ودول فعلا ابويا وامي. اديهم الفلوس وما تشيليش هم بكره، ان لو احتجت اي حاجه انا موجود وهجيبها لك. هنا مراته اتكسفت من اللي هي عملته واديتها الفلوس. فالام هنا قالت له: كتر خيرك يا ابني، متشكرة يا ابني، وخدت الفلوس ومشيت. الراجل ده ابن أصول وبيراعي العيش والملح، قليل جدا لما تلاقي ناس زيه في الزمن اللي احنا فيه ده. صلوا على النبي في التعليقات.